Je me présente, Dr Bakhat Jamal. Je suis un sommetier légal, expert auprès du parquet. الحقيقة سمعت واحد المجموعة التدخلات حول الطعن في الخبرة اللي جريناها، وللأسف الشديد نقدر نأكد لكم أن عملية التشريح اللي قمت بها أنا وجوج من الزملاء ديالي عندهم خبرة طويلة لا في ميدان الجراحة ولا في الطب الشرعي، قمنا بتشريح جثة المتوفى الدكتور مراد الصغير اللي هو الزميل ديالنا، وكنعرفوه ان كان عنده عدة معاناة صحية. اون توت نوتراليتي حنا اون توك كوميسيون ميديكال سهرنا على التشريح ديالو، ونقدر نأكد لكم وبدون اللبس ان الوفاة ديالو كانت وفاة عادية سويت واحد لافاكتور دو ميوكارد، ولو للأسف الشديد ما خصنيش نقول دياغنوستيك، ولكن اضطريت نقول هذا الدياغنوستيك، مع انه كان يعاني كذلك من مشاكل في المعده ديالو. للاسف الشديد سمعنا واحد المجموعه ديال الترهات والتدخلات واللي احيانا كيطعنوا كاع في الكفاءه ديالنا وفي الخبره ديالنا، وبالتالي انا ناكدكم ان المرحوم رحمه الله عليه مات وفاة عادية، واللي حنا كأطباء وهذاك الزميل ديالنا للأسف الشديد توفى وفاة عادية. كنزيد نأكدها مرة ثانية، وأي واحد اللي عنده شي إشكال مع النتيجة التشريح ديالنا أو لا كيطعن في الكفاءة ديالنا كأطباء خبراء، بينتنا وبين القضاء، لأن ما يمكنش الإنسان هاد بعد خبرة طويلة وبعد التخصصات اللي عنده يمكن تخفى عليه مثلا او لا يكون شي لبس في عملية التشريح. ابدا، التشريح مسائل عادية بالنسبة لنا، ولدينا من الخبرة ومن الكفاءة اللي نقدر نثبتوا بها الوفاة الطبيعية اللي توفى بها الزميل ديالنا اللي هو مراد الصغير. وأعيد وأكرر، اللي كيطعن في الكفاءة ديالنا فعليه أن يذهب للقضاء، وبينتنا وبين القضاء. واللي كانت عنده شي أغراض شخصية لأهداف شخصية هذا كنجهلها، فهذاك شغالاتو. أنا بالنسبة لي اللي طعن في الخبرة ديالنا وكذا، كاين مؤسسات الحمد لله، حنا دولة مؤسسات، فلهذا يذهب إلى القضاء، وحنا مستعدين بالدليل وبالحجة نثبتوا الوفاة الطبيعية ديال الزميل ديالنا اللي هو السي مراد الصغير. شكرا.